المحرك ده مش بيشتغل على سوائل أو غازات قابلة للاشتعال، لكن بيشتغل على الهواء اللي احنا بنتنفسه. بس قبل ما نديه الهواء ده لازم الهواء يتضغط الأول، وده بيؤدي لعدة اختلافات بين المحرك ده والمحرك التقليدي اللي بيشتغل بالاحتراق. من ناحية القدرة، المحرك اللي بيشتغل بالاحتراق يقدر يطلع أقصى قوة ليه لحد ما خزان الوقود يفضى. أما قدرة المحرك ده فبتتحدد على حسب الضغط اللي متخزن في التانك، وده معناه إنه مع الوقت القدرة هتقل تدريجياً كل ما المحرك يستخدم هواء أكتر والضغط يقل. واحدة من الحلول عشان نتغلب على المشكلة دي هي إننا نظبط المحرك على ضغط أقل بكتير، وبعدين نشغله عن طريق منظم ضغط. فكده الضغط اللي داخل المحرك هيدي قدرة أكتر ثبات طول فترة انخفاض الضغط في الخزان. وأنا بعمل اختبارات المحرك دي بستخدم تانك كومبروسر كبير، ومعايا منظم ضغط عشان أضبط ضغط المحرك. بس لأني في الآخر ناوي أركب المحرك ده على طيارة، المنظم ده تقيل قوي، فعشان كده هعمل واحد بنفسي. منظم الضغط فيه 3 مكونات رئيسية: سوستة، غشاء، وصمام، وكلهم بيشتغلوا مع بعض عشان يتحكموا في ضغط الخروج. لما الهواء بيتوصل عند المدخل بيمر من خلال الصمام للغشاء وبيخرج من الناحية التانية، وبسبب الضغط ده الغشاء بيبدأ يتحرك لفوق، وده بيقفل الصمام. دلوقتي الضغط عند المخرج بيتحدد بقوة ضغط السوستة. عشان نقلل وننظم ضغط المخرج لازم نعدل ضغط السوستة لحد ما يبقى أقل شوية من ضغط المخرج على الغشاء. بالطريقة دي الصمام بيبقى عايز يفضل مقفول لما الضغط يتظبط صح، لكن لو ضغط المخرج قل شوية الغشاء حينزل ويفتح الصمام ويرجع الضغط على تاني. هي في الأساس حلقة تغذية راجعة ميكانيكية بتفتح وتقفل الصمام حسب الضغط عند المخرج. دلوقتي أنا اشتريت علبة كبيرة من السوست من فترة، والسوست الضاغطة ضعيفة نسبياً، فبدل ما أستخدم غشاء هستخدم سرنجة صغيرة القطر عشان قوة الضغط حتكون أقل بكتير بسبب مساحة المكبس الصغيرة. والمنظم ده صغير جداً ووزنه حوالي 75 جرام بس، وده هيكون مثالي للطائرة اللي أنا ببنيها لو اشتغل طبعاً، واللي هو فعلاً بيشتغل إلى حد ما. الضغط بيتنظم بس ده بيخلي الموتور يشتغل بنبضات، والسبب في ده هو الاحتكاك اللي بتسببه السرنجة. المكبس محتاج فرق ضغط حوالي 10 PSI عشان يبدأ يتحرك، فأعتقد إني محتاج أستخدم تصميم الغشاء. على الهامش، استخدام مكبس في منظم الضغط مش فكرة غريبة في الحقيقة زي ما اكتشفت بعدين. منظم الضغط في الكمبروزر بتاعي بيستخدم تصميم المكبس برضه. بعد محاولات كتير وكمان شوية يايات أقوى، أخيراً قدرت أعمل منظم ضغط شغال. ضغط الدخول 60 PSI والموتور شغال على حوالي 30 PSI، وأقدر أعدل سرعة الموتور عن طريق لف المسمار ده علشان أزود أو أقلل الضغط على السوستة. بس هل ده بيزود مدة تشغيل الموتور؟ ده رسم بياني لقوة الدفع اللي بتتولد مع نقص الهواء في التانك، وزي ما انت شايف بيطلع أقصى قوة دفع في البداية بسبب الضغط العالي، وبعدين بتقل القوة تدريجي لحد ما الضغط يبقى واطي قوي والموتور ما يشتغلش. دلوقتي عشان المنظم متظبط إنه يحافظ على الضغط حوالي نص أقصى ضغط، ممكن نفترض إن قوة الدفع هتبقى بالشكل ده بقيمة دفع أقل، بس وقت التشغيل بيبقى أطول بكتير. ومع ذلك هو في الحقيقة بيبقى بالشكل ده، يعني فعلا وقت التشغيل أطول شوية بس مش بفارق كبير، وده لأنه لسه بيشتغل بنفس الكفاءة. يعني المساحة تحت الجزء ده من الرسم البياني اتوزعت بس على الجزء ده، بس يمكن المحرك ده مش متظبط إنه يشتغل على الضغوط المنخفضة اللي بينظمها المنظم. فقررت أبني محركاً جديد مع شوية تعديلات بسيطة، وأول تعديل كان أسطوانة جديدة باستخدام أنبوبة أكريليك عشان أقدر أقلل الاحتكاك شوية. وكمان اخترت أطبع المكبس الجديد بتقنية طباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام PLA على طابعتي بيرشا مارك 3 لأنها أسرع وأرخص من طباعة المكبس بالريزن. ولأن الأسطوانة بقت أنعم بكتير، دلوقتي التموجات اللي في طباعة FDM مش هتزود الاحتكاك. فدلوقتي عشان أضبط المحرك الجديد ده للضغط المنخفض، صممتها بحيث يكون في حجم كبير فوق المكبس. والفكرة إنه لما المكبس يكون في أعلى مشواره، الحجم اللي فوق المكبس بيكون 3 الحجم لما يوصل لأسفل، وده لأنه ضغط الدخول حوالي 3 أضعاف الضغط الجوي.
فلو وسعناه 3 مرات المفروض الضغط ينزل ل1 جو عند العادم، وده ممكن يقلل أي ضغط مهدر. بس المحرك ده قوة دفعه أقل بكتير من القديم، ودي حاجة ما كانتش فاهمها في الأول. المفروض إنه البستم والأسطوانة يكون فيهم احتكاك أقل، وكمان بيستخدموا هواء أكتر في كل دورة بسبب حجم التمدد، وده المفروض يزود القوة. بس بعدين فهمت السبب. التغيير الكبير التاني في المحرك ده هو السوستة اللي جوه رأس الأسطوانة، ودي أنا ضفتها مؤخراً عشان بتساعد تقفل الصمام الكروي لما البستم مش بيدفعها تتفتح. وأنا بتفرج على الفيديو البطيء للمحركين مش باين إن في فرق كبير بينهم. بس لو حللنا الفيديو إطار بإطار هنلاقي صمام الدخول من غير السوستة بيفضل مفتوح لجزء من الثانية زيادة، وده بيدخل هواء أكتر للأسطوانة، وده باين إنه هيكون أقل كفاءة عشان هواء أكتر بيتبدد من فتحات العادم. بس دلوقتي بقيت أعتقد إن تصميم التوسيع بتاعي ممكن يكون فيه عدم كفاءة مخفية. هنا عندنا محركين بنفس أبعاد المكبس والشوط بالضبط، لكن المحرك اللي على الشمال فيه حجم التمدد فوق المكبس، وده بيسمح للهواء إنه يتمدد بالكامل جوه الأسطوانة، وده بيخلي فيه هواء قليل جدا بيضيع في العدم، في حين إن المحرك اللي على اليمين ما فيهوش حجم تمدد خالص وفيه هواء كتير بضغط عالي خارج من العدم. بس صدق أو لا تصدق، المحرك اللي على اليمين فعلا أكتر كفاءة، وده السبب. لما المحرك اللي على الشمال بيوصل لنهاية الشوط بتاعه، صمام الدخول بيفتح وبيخش حوالي 10 سنتيمتر مكعب من الهواء جوه الاسطوانة. بس علشان المحرك اللي على اليمين يستخدم نفس حجم الهواء لازم البستم ينزل لتحت. دلوقتي الاتنين صمامات الدخول قفلوا، وكل محرك استخدم نفس 10 سنتيمتر مكعب من الهواء. مع ذلك المحرك اللي على اليمين بينتج عزم دوراني أكبر بكتير بسبب زاوية عمود الكرنك بتاعه، وحتى لما المحرك اللي على الشمال يلف لنفس زاوية عمود الكرنك الضغط جوة الاسطوانة بيكون قل، وبالتالي العزم لسه أقل طول كل لفة. المحرك اللي على اليمين بيستهلك نفس كميات الهواء، بس بينتج تقريباً ضعف العزم اللي بينتجه المحرك اللي على الشمال، وده ممكن يبان غريب في الأول، بس كله ليه علاقة بتوافق تمدد الضغط مع الإزاحة الزاوية لعمود الكرمك. فعشان كده بنيت المحرك الجديد ده اللي ما فيهوش سوستة، والبستون تقريباً بيلمس قمة السلندر عند أعلى نقطة. ليه؟ وكمان ضفت مسمار تثبيت 2 مايلي للبستم بدل السيخ الحديدي اللي كنت مستخدمه قبل كده، عشان أقدر أضبط توقيت الصمام بسهولة. بس قبل ما نبص على البيانات، تعالوا نتكلم عن البيانات اللي بتتجمع عنك على الانترنت، وازاي الراعي للفيديو ده إنكوجني ممكن يساعدك. فيه سماسرة بيانات على الانترنت بيجمعوا معلومات عنك زي اسمك، سنك، عنوانك، وعاداتك في التسوق أونلاين، وحاجات تانية كتير، والشركات ممكن تشتري المعلومات دي. دلوقتي تقدر تتواصل مع كل واحد من السماسرة دول بنفسك علشان تمسح المعلومات، بس عددهم الكبير بيخلي الموضوع صعب جدا وبيحتاج وقت طويل علشان تعمل كده، وهنا بيجي دور الراعي للفيديو ده إنكوجني اللي ممكن يساعدك. إنكوجني بيتواصل مع كل سماسرة البيانات بالنيابة عنك علشان يطلبوا إزالة بياناتك الشخصية، ولأن كثير من سماسرة البيانات بيستمروا في جمع بياناتك بعد طلب الإزالة، إنكوجني حيراقب السوق وحيطلب إزالة تانية لو ظهر سجل جديد. علشان كده الاشتراك السنوي بتاعهم مهم جدا، لأنها مش مجرد مسح لمرة واحدة لكل بياناتك، لكن خدمة مستمرة وآلية علشان تتأكد إنك محمي على الإنترنت. أول 100 شخص يستخدموا الكود أو الرابط اللي تحت في الوصف هيحصلوا على خصم 60% على إنكوجني. فشكراً لإنكوجني على رعايتهم للفيديو ده، وروحوا شوفوهم في الرابط اللي تحت في الوصف. The very early versions of this engine فبعيداً عن إنه الموتور الجديد ده أداؤه كويس جداً، قررت أختبر إزاي دبوس البستم بيأثر على الأداء. هنا واحدة من أول اختبارات الدفع، واللي فيها الدفع بيقل بشكل خطي مع انخفاض الضغط. بس شوف إيه اللي بيحصل لو قصرت الدبوس بس 10 ملي. ده بيقلل أقصى دفع بشكل كبير، لكن كمان بيزود مدة التشغيل. واللي لفت انتباهي هو تسطح المنحنى ده عند الضغوط العالية. كل اختبارات الدفع دي اتعملت بزجاجة مشروبات سعتها لترين ومضغوطة ل60 PSI.
وده لأنه لما كنت بجرب النسخ الأولى من المحرك ده كنت بعبي زجاجات دي بالهواء المضغوط في أوضتي، فعشان أسباب الأمان ما كنتش عايز أي واحدة منهم تنفجر، وافتكرت إن 60 بي اس اي قيمة ثابتة وآمنة للمقارنة. بس دلوقتي وأنا ببص على منحنى الدفع ده بتساءل إيه اللي هيحصل لو جربنا ضغوط أعلى؟ فخلينا نجرب الاختبارات على 100 بي اس اي. The ball is pushed higher, therefore increasing the thrust, at least to a point where the pressure is then too low. هنا نتيجة دبوس المكبس الطويل بأقصى دفع 3.5 نيوتن، وزمن تشغيل حوالي دقيقتين. بس شوف رسم الدبوس الأقصر، عند الضغط الأعلى الدفع فعلا أقل. الإصدارات الأولى جدا من المحرك ده كان فيها قنوات منحنية مطبوعة في رأس الأسطوانة علشان تسمح بتدفق هواء أفضل حوالين الكرة، لكن لقيت إن ده كان بيسبب تقطيع غريب في التشغيل. Increasing the pressure. But this new engine is produced لما الكرة اللي في الصمام كانت بتندفع لفوق جامد وبتفضل معلقة في الهواء لجزء من التانية بسبب تدفق الهواء السريع حواليها، وفي الوقت ده ما كانش عندي أي يايات تمنع ده، فصممت القطر الداخلي لرأس الأسطوانة يكون أكبر شوية بس من حجم الكرة. بالطريقة دي الهواء اللي داخل الموتور هيحاول يرجع الكرة تاني للصمام، والقوة دي كانت كفاية علشان تخلي الموتور يشتغل وهو مقلوب. engine will fly. What happens if we make a two-cylinder بس مع الموتور الجديد القوة بتيجي لما الكرة تترفع من على الصمام لما البستم يخبطها، فمع الضغط العالي القوة اللي بتدفع لتحت بسبب تدفق الهواء بتكون أقوى بكتير. علشان كده الكرة مش بترتفع لفوق قوي، والهواء اللي بيدخل الموتور بيبقى أقل، ولما الضغط يقل شوية بشوية الكرة بتترفع أكتر، وعلشان كده الدفع بيزيد على الأقل لحد ما الضغط يبقى واطي زيادة عن اللزوم ومش قادر يحافظ على عدد لفات الموتور. يعني ده تقريبا زي نظام دفع ذات التنظيم موجود جوا رأس الاسطوانة نفسها من غير ما تحتاج منظم ضغط خارجي. ومع شوية ضبط زيادة أظن نقدر نخلي الخط ده أكثر استواء، وده هيكون مثالي عشان يطير طيارة. دلوقتي أنا عارف إننا ما نقدرش نقارن المحرك ده بالمحركات القديمة لأننا غيرنا واحد من متغيرات التحكم لما زودنا الضغط، بس المحرك الجديد ده بيطلع كفاءة 214 نيوتن ثانية، وده بالمقارنة مع المحرك اللي قبله في آخر فيديو ليا الكمية دي تقريبا ضعف الكمية، وبالمقارنة مع آخر مرة أنا عملت طيارة بتشتغل بالهواء وكانت تقريبا 10 أضعاف المحرك القديم، والحاجة دي قدرت تحافظ على طيران المستوي، فأنا هتفاجئ جدا لو الحاجة دي ما طارتش. دلوقتي حتى لو أنا شايف إن المحرك ده هيطير، إيه اللي هيحصل لو عملنا نسخة من المحرك ده بأسطوانتين؟ أسهل طريقة نعمل ده بيها هي إننا نركب محركين ظهر في ظهر على نفس العمود المرفقي بحيث الاتنين يشتغلوا مع بعض. عشان أعمل كده كان لازم أطبع أذرع التوصيل دي اللي فيها انحناء بسيطة علشان يركبوا على نفس العمود في النص، وبرضه يظلوا متوافقين مع البساتم ويدخلوا جوه علبة المرفق بالضبط زي النسخة ذات الأسطوانة الواحدة بس في اتجاهين متعاكسين. الخطوة الجاية هي تركيب الأسطوانات والبساتم، واللي في الأساس شبه اللي في المحرك ذو الأسطوانة الواحدة ما عدا رأس الأسطوانة، لأنهم محتاجين يتوصلوا مع بعض باستخدام مفاعل الهواء اللي بيقسم الهواء الداخلي لقناتين ويعود من خلال الأنابيب البيضاء الرفيعة دي لكل أسطوانة. بعد كده ممكن نحط صمامات الكورة في كل رأس أسطوانة مع غطاء لولبي مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد عشان يفضل محكم الغلق، يعني على الأقل هيكون محكم أكثر من مشعب الهواء اللي كان بيسرح كتير من خلال حلقات الأولى بسبب التصميم اللي كان واسع شوية، بس ده ممكن يتصلح بعدين. يلا نشوف لو هيشتغل. صدقني شغال، بس في حاجة مش موجودة. الموتور مش باين عليه أقوى من الموتور اللي بأسطوانة واحدة، وشكله فيه تكثف بيتجمع على أسطوانة واحدة بس. على أي حال طلع لما لصقت الأنبوبة في رأس واحدة من الأسطوانات بالغلط قفلتها بالصمغ، فواحدة من الأسطوانات ما كانتش بتاخد هواء، فمع رأس أسطوانة جديدة ومجمع هواء جديد الموتور بقى محكم تماما والصوت بقى أحسن بكتير. I think I know what I'm going to stick on a plane. Thank you very much for watching.
بقوة دفع قصوى 4.2 نيوتن عند ضغط 80 PSI أو ما يعادل رفع 428 جرام. الموتور ده عنده نسبة القدرة إلى الوزن تقريباً 10:1، وده ممكن يكون اختيار ممتاز لسيارة سباق سحب، لكن بكفاءة تقريباً نص كفاءة الموتور ذو الاسطوانة الواحدة. أظن إني عرفت هركب إيه على الطيارة. شكراً جداً على المشاهدة.